صفقة جديدة للترجي الرياضي التونسي 95% خيسوس كاستيو في الترجي الرياضي التونسي. يا اخي شكري الواعر وين تحب تمشي يا خويا؟ تجيب لنا في جوارات من طراز عالي معناتها في بطولة تعيسة كيما هذية. فرنانديز، خيسوس كاستيو البلايلي. خويا وين يا اخي الترجي وين تحب توصل يا اخي؟ بصراحة معناتها انتدابات من الطراز العالي على بطولة تونسية تافهة. اوكي الكوب دافريك ممكن، اما انا نشوف الترجي الرياضي التونسي شكري الواعر هبط بالثقل نتاعو في الانتدابات الترجي. يا خويا صح عليكم يا خويا، عندكم حمدي المدب هو اللي يصرف يجيب في الفلوس. خويا مبروك هنيئا لكم، ربي ان شاء الله يطول في عمره حمدي المدب. خويا انتدابات بصراحة من العيار الثقيل. يا اخي تحبوا تغوروا تحبوا تغوروا على البطولة، تحبوا تغوروا على الكوب دافريك، على الشامبيونز ليج. معناتها ما عادش ما فما حد ياكل معكم خبز توا، اي وفات الحكايه. يا اخي شنية الحكايه؟ ندخلوا في الموضوع الاولاد. اسم جديد دخل بقوه في اداره الترجي الرياضي التونسي اللي هو خيسوس كاستيو. لاعب دولي بيروفي، عمره 25 سنه، يملك تجربه في اوروبا ويعتبر من ابرز لاعبي وسط الميدان الدفاعي في بلاده. خيسوس كاستيو اسم أصبح يتردد بقوة في الصحافة التونسية والبيروفية، لكن السؤال ولد الحقيقة هو هل اقترب فعلا من الترجي؟ أنا نقول بصفة 95%. قبل ما نبداو الفيديو الولاد لازم نوضح نقطة مهمة. إلى حدود تسجيل هذا الفيديو ما فما حتى إعلان رسمي من الترجي أو من اللاعب يؤكد إتمام الصفقة. الموجود حاليا هو إتمام متقدم ومفاوضات متواصلة حسب عدة تقارير إعلامية. حاليا هو اهتمام متقدم ومفاوضات متواصلة حسب عدة تقارير إعلامية، لكن الملف مازال مفتوح على جميع الاحتمالات. أنا نقول بصراحة الملف هذا يتسكر 95%. مازال جيست يهبط الجوار، يعملوا له فحص طبي ويبدا يكور على روحه، خاطر هي البطوله البوليفيه تو عندهم 3 بارتيات لعبوا في الشامبيونا. معناتها حاضر الجوار يهبط جيست يكور على روحه. في هذا الفيديو باش نتعرفوا على اللاعب، نحللوا خصاله الفنيه ونشوفوا علاش الترجي مهتم بخدماته، وهل ينجم يكون القطعة الناقصة في وسط الميدان. أنا نشوفه خير من أوكبيلو بصراحة. مش فلتة، أما جوار بصراحة. أنا شفت لي فيديو وديما نقولوا الولاد ما نحكموش على جوار من فيديو، على خاطر الفيديوهات سيامبري معناتها يجيبوا لك أحسن لقطات وأحسن تمريرات في 2 3 مواسم يلموهم مع بعضهم. معناتها ممكن في بارتي ما يعطيش المردود اللازم، ممكن في بارتي يعطي كل ما عنده. انا بصراحه الفيديوهات هذوما ما ناخوش عليهم برشا، اما من خلال لي فيديو اللي شفتهم الجوار معناتها ياخذ كوره وديما يلعب يلعب الكره الطويله على الجهه اليمنى وعلى الجهه اليسرى، وعنده هذيك يدخل بالكره لوسط الميدان، واذا يحب زاده يتكى شويه على اليمين يخرج زاده على اليمين ويخرج ديما الكور في ظهر المدافعين. يعني عنده رؤيه شامله على التيغان الولاد. اذا تحبوا تغطيه احترافيه لكل جديد يخص الترجي والميركاتو اعملوا هيك اللايك الولاد واشتركوا في القناه ويلا نبدا. خيسوس كاستيو يبلغ من العمر 25 سنه ويشغل مركز لاعب وسط ميدان دفاعي او ما يعرف بالرقم 6، بيفو سنتينيل الولاد، نمرو 6 معروف. تكون في مدرسة نادي سبورتين كريستال البيروفي، أحد أكبر الأندية في البيرو، قبل أن يخوض تجربة احترافية في أوروبا مع نادي خيل فيسنتي البرتغالي، أين احتك بنسق الدوري البرتغالي واكتسب خبرة كبيرة. بعدها عاد إلى الدوري البيروفي حيث يواصل اللعب مع أونيفرسيتاريو، كما أنه لاعب دولي مع منتخب البيرو الأول، وشارك في مباريات رسمية وتصفيات دولية، وهو ما يعكس الخبرة التي يمتلكها رغم سنه. بصراحة شكري الواعر معناتها هبط بكل الثقل نتاعو، يحب يغزو يحتل
يحتل معناتها الكرة التونسية ويحتل الأفريق. بصراحة شكري الواعر. هي فما سؤال معناتها إحنا نقولوا علاش الترجي عندها فلوس؟ الجماهير الأخرى معناتها تقول علاش الترجي عندها الفلوس والجمعيات الآخرين ما عندهاش؟ معناتها قريب يولي هيك الحقد الطبقي، فهمت؟ صح عليكم والله العظيم. أنت تخيل معناتها نحكيو على صفاقس مثلا، صفاقس ولايه كامله نقولوا عاصمه الجنوب، ما فيها حتى راجل معناتها يمول النادي الصفاقسي ويجيب جوارات من كاليبر كما جوارة الترجي. ولا نحكيو على سوسه، اوف سوسه بالوتله اللي عندها وبالتوريزم اللي عندها ما فما حتى راجل يشدها ويجيب جوارات معناتها كيما الترجي الرياضي التونسي. اوكي. تشير التقارير ان هنالك مفاوضات متقدمة جدا بين إدارة الترجي الرياضي التونسي وفريق البيروفي لخيسوس كاستيو، ونستناو في الأيامات القادمة باش يهبط خيسوس يعمل الفحص الطبي ويصحح الكونترا نتاعو. نعم، وهذا فرق مهم لأن سوق الانتقالات يتغير بسرعة وقد تتطور الأمور أو تتعطل في أي لحظة. أنا نقول هذه مش تتعطل بجملة. إذا نظرنا إلى خصال خيسوس كاستيو سريعا سنفهم سريعا سبب اهتمام الترجي. أول نقطة هي القوة في افتكاك الكرة. أخويا أخويا أنت عندك الكرة ما تقعد لكش 30 ثانية، إذا سلكتها 1 مينوت وتتفك لك. لاعب يتميز بحسن التمركز ويفوز بنسبة كبيرة من الصراعات الثنائية. ثانيا يمتلك هدوء كبير تحت الضغط. انا ما يمتلكش، انا ما نشوفوش يمتلك، على خاطر انا شفت فيديو بصراحة كي تضغط عليه القدام تتفك الكرة. شفت فيديو، شفت 3 ولا 4 فازات يضغط عليه، اذا فما فريق يلعب بالضغط العالي تتفك له الكرة. ويغطي المساحات خلف الأظهرة، وهي ميزة يحتاجها الترجي في مباريات المحلية والقارية. ورغم أن كاستيو ليس لاعب كثير التسجيل إلا أن قيمته الحقيقية تظهر في العمل التكتيكي وافتكاك الكرات وربط الخطوط، وهي أدوار غالبا لا تظهر في الإحصائيات لكنها تصنع الفارق داخل الملعب. إذا نجح الترجي في إنهاء المفاوضات فإن الفريق قد يكسب لاعبا في سن مثالية يملك خبرة دولية وتجربة أوروبية، ويمكن أن يقدم الإضافة في المنافسات المحلية ودوري أبطال إفريقيا. لكن إلى حد الآن تبقى كل المعطيات في إطار المفاوضات، والجماهير مطالبة بانتظار الإعلان الرسمي قبل اعتبار الصفقة منتهية. خويا أنا نشوف الترجي السنة معناتها مع شكري الواعر هبط بكل الثقل متاعو. عبارة قال لكم الترجي أنا هنا سوف أغزو، سوف أنتقم، سوف أجلد، سوف أسلخ كل الفرق على بكرة أبيهم، من الفرق التونسية للفرق الإفريقية. معناتها شكري الواعر كي هبط بكل الثقل نتاعو ويعرف معناتها حمدي المدب اللي هو قاعد يدعم فيه، ومعناتها وحط له معناتها الميزانية مفتوحة. ما شفتش أنا حتى فريق تونسي عمل انتدابات كما الترجي الرياضي التونسي. شكون وين؟ تو الترجي نجموا نقارنوها بالوداد، بالرجاء، بالاهلي المصري، بالزمالك. هذوما هما اخويا البيراميد، هذوما هما الفريق سان داونز، هذوما الفريق الكبار اللي في الافريق. توا معناتها ترجي عندها بيع وذراع. بصراحه بالانتدابات هذه فاسيل توصل الدور النصف النهائي في الشامبيونز ليج. جينا لنهايه الفيديو الاولاد. هل تعتقدون ان خيسوس كاستيو هو اللاعب المناسب لتعزيز الوسط ميدان الترجي؟ وهل ترون أن الفريق يحتاج لاعب ارتكاز دفاعي أكثر من أي مركز آخر؟ اكتبوا آراءكم في التعليقات، وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد لولاد عن أخبار الترجي بصفة خاصة وعن الميركاتو التونسي بصفة عامة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء. يا ورا بويا دسير، hasta luego.